إسرائيل قد وصل إلى مدى الصدام المسلح بين الجيش الأردني وبين المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي لم يستطع من الرئيس جمال عبد الناصر أن يستمر أو يكمل المدة الراحة التي كان يعنيها في مرسى مطروح، وجاء وقرر النزول إلى القاهرة لمتابعة الموقف في عمان. مؤتمر القمة الذي عقد في القاهرة عام 1970 صعد من مرض عبد الناصر الطويل. رفض الفلسطينيون الاعتراف بوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل واستمروا في القتال. أثار نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن حفيظة الملك حسين، وأرسل جيشه الذي حقق نتائج مدمرة، وكان سبتمبر أيلول الأسود كما كان يطلق عليه في عام 1970، الذي وضع الملك حسين وياسر عرفات في مواجهة مباشرة. عندما استطاع عبد الناصر التوفيق بين الجانبين كان عدد القتلى قد بلغ الآلاف. اتسعت الشقة بين الأنظمة الثورية الجديدة والأنظمة القائمة. استطاعت قدرة عبد الناصر التفاوضية على توحيد آراء الجانبين. كان ذلك انتصار عبد الناصر الدبلوماسي الأخير. رغم التوقعات بعدم استمراره، لم يكن لدى الفلسطينيين النية في الاعتراف بإسرائيل، لكنهم كانوا يخافون أن تفعل دول عربية ذلك. كان واضحا أن القمة العربية قد أثرت على صحة عبد الناصر، وكان ذلك واضحا أثناء خروجه. ودع بعض الرؤساء العرب في مطار القاهرة. عندما أحس بالتعب الشديد طلب سيارته بالقرب من الطائرة. أسرع أحد مساعديه إلى السيارة، وأمرت السيارة أن تنطلق نحو البيت. وطلب عبد الناصر من سكرتيره استدعاء الدكتور الصاوي. كان الدكتور الصاوي أحد الأطباء الخاصين للرئيس. حتى ذلك الوقت لم أدرك تدهور صحته، لكن في 4:15 بعد الظهر وكنت في مكتبي في الأهرام، أخبرني السكرتير عن اتصال تليفوني من سكرتارية الرئيس وأن صحته متدهورة. دخلت غرفة النوم ووجدت ناصر راقدا وبجانبه طبيبان وأحد سكرتاريه أمام الباب. نظر إلي الرئيس وابتسم وسألني كيف أتلاعب بالأنباء وأي خبر رئيسي أضع اليوم، وكيف سأصيغ أخبار القمة العربية وأنا وزير الإعلام. قلت له إننا نضع كل شيء يهم الناس في العالم. فقلت له ما بك؟ قال إنه مجرد إرهاق. في الساعة 5 أدار المذياع لسماع نشرة الساعة 5. استمع لأولى فقرتين بالموجز وقال لا شيء جديد، وأوقف المذياع ومال نحو المساند خلف ظهره. وتغير شيء ما في الغرفة، وهرع أحد الأطباء نحوه محاولا جس نبضه وسماع عمل القلب. كنت أحس أن شيئا قد حدث. with his instruments and to take the pulse, and I noticed that it's something happening in the room. By that time, بعد لحظات دخل علي صبري أحد نواب الرئيس، وأيضا دخل وزير الداخلية. فجأة لم يعد هنالك ذلك الرجل الذي تحدث إلي قبل دقائق. كنت أحس أنه يتنفس. كنت أرى الطبيب يحاول إجراء تنفس اصطناعي. كنت أركز على الأطباء. حاول أحدهم استخدام الصدمات الكهربائية. كانوا يضعون أشياء على يديه وقدميه. كنت أنظر باستغراب شديد. رأيته يرتعد من الصدمة الكهربائية. ثم بعد 15 دقيقة جلس أحد الأطباء بجانبه وبدأ يبكي، وقد غطى وجهه بيديه.
ثم سألتهم ماذا يحدث، وكان القائد العام المشير فوزي ينظر في دهشة، ثم بدأ يصرخ في الأطباء وقال لهم: سأشنقكم كلكم إذا لم تخبروني ماذا يحدث، سأقدمكم لمحكمة عسكرية. خرج الأطباء ثم راجع أحدهم وقال للقائد العام: آسف، لقد انتهى كل شيء. لم يكن يصدق ما يسمع، لم يصدق أحد، ووجدت نفسي أردد: هذا لا يمكن. في ذلك الوقت جاء الرئيس السادات وكان يصلي في الحجرة المجاورة، كان هناك عندما تحدث إلينا الأطباء. مرت دقائق دون أن يدرك أحد ما حدث. كان الجميع في حالة صدمة. نعم، كلنا نعرف أنه كان مريضا، لكننا لم نعرف أن هذا الرجل سيمضي بهذه الطريقة. كان الرئيس السادات أول من عاد إليه عقله. جاء وقبل رأسه ويديه وغطى الجثمان وقال: لنذهب ونتركه لأسرته. عند خروجنا لم نسمع شيئا سوى بكاء زوجته. كنا نخرج في موكب حزين، وكان معظمنا يبكي، لا يدرك ماذا حدث وماذا سيحدث. فخرجنا إلى القاعة، وكان السادات في ذلك الوقت نائب الرئيس الوحيد، وقال: ماذا نفعل؟ كان وقع الأنباء مدمرا لرفاق عبد الناصر السياسيين، وترك أمر إعلان النبأ على الشعب لأنور السادات.